هبدا دايت من السبت وهمنع الملح وهاكل كميات صغيره وهاخد علبه زبادي قبل ما انام ومش هاكل بعد الساعه 8 بالليل وكمان هروح الجيم ومن النهارده رياضه ودايت ودايت ورياضه. كلام جميل وحماس عظيم، بس لحظه، خد نفس. كميه القرارات دي ممكن ترجع تاني تخلينا نندم. انا جاي لك من هناك وبقول لك اصبر على نفسك شويه. الحماس حلو وكل حاجه، بس الدايت مش عايز حماس بس، هو عايز حماس مع التزام. ازاي بقى ناخد القرار مظبوط ونلتزم بالتعليمات دي؟ عايزكم تجيبوا ورقه وقلم وتتابعوا معايا. لا بجد، ورقه وقلم وتكتب ورايا. ورقه وقلم واكتب معايا يا ست الكل. اول حاجه لازم تحط اهداف واقعيه سهل عليك انك تحققها. ننسى بقى فكره انه ساندوتش البرجر ده مش هيعمل لي مشكله، سلايس البيتزا دي هتعدي، انه القطمه دي مش هتفرق كتير وهبقى انزل احرقها في الجيم. عايز ايه كمان؟ عاوز افطر، نفسي رايحه على البيتزا. كمان ضروري نبقى واقعيين في اختيار الحلول المتاحة. يعني ما نقولش بقى هنقفل بقنا من نفسنا وهنعمل وصفات بنسمعها كل يوم على السوشيال ميديا ونشرب مية سخنة ونحط جنزبيل على مش عارف ايه. في رياضة ما قلناش لا، بس لازم يكون معاها ترتيب للأكل والتزام بطريقة الأكل المظبوطة، لأنه الجيم عمره أبدا ما هيودي الدهون اللي بقالها سنين لوحده. اشهد ان لا اله هي الفوره من كام؟ فورة انت تلعب كوتشينه يجري. اجري ايه؟ ولا الشاي الأخضر على فكرة هيعمل فرق. وننسى بقى موضوع القسوة والحرمان المبالغ فيها. مش بالضرورة أكون ضاغط على نفسي زيادة عن اللزوم. بدل ما أوصل للتارجت بتاعي في 2-3 خليهم في 4-6 شهور، بس أعملهم وأنا مبسوط ومرتاح نفسيا. مهم قوي متابعة تحقيق الأهداف. في نهاية الأسبوع حصل إيه؟ حققت ولا لا؟ نهاية الشهر الأولاني حققت ولا لا؟ وهكذا. هتقولي لي أصل أنا بجوع بالليل، أصل أنا ما خدتش معايا سناكس مظبوطة في الشغل. خلي دايما بدائل قدامك. يعني لو استخدمنا المكسرات والشوكولاتة الدارك والشوفان والسناكس اللي ما تبوظش الرجيم، وكده ما يبقاش خدنا حماس البدايات ونسينا النهاية كانت مظبوطة ولا لا. حلوة يا ولا. ايه ده ثبتني، صدقتك واقتنعت. هايل والله.